وبعد شوية حمدي قال انا عطشان. فقمت ساعتها ادور له على مية، فلقيت باب صغير كده، فتحته ودخلت ممر ضيق، وفي اخره سمعت صوت حوافر زي ما يكون حمار او حصان. وقفت كده في مكاني، وبعد كده الصوت قرب اكتر، وبعدين لقيت واحد من اهل البيت خرج من الضلمة، وكان لابس جلابية طويلة وماشي ناحيتي. انا رجعت خطوة لورا من الخضة. الجلابية بتاعته اترفعت شوية وهو بيعدي، وبصيت لتحت كده، وساعتها جسمي كله اتجمد. اللي شفته ده ما كانش رجل بني ادم، كان في حافر مشقوق كأنها رجل معزة، وكان شعر اسود خشن طالع لفوق من تحت الجلابية. الشخص ده عدى قدامي ولا بصلي ولا قال اي حاجة، كمل طريقه عادي. انا فضلت واقف ومش قادر اتحرك. عدى اسبوع على قصة الندهة، ويوم الخميس جه، وانا طبعا كنت فاكر ان جدي هيكون مستنيني على الكرسي بتاعه زي المرة اللي فاتت. لكن لما وصلت البيت ما لقيتوش، فدورت عليه في الصالة وفي الأوضة، بس برضه ملوش اي اثر. نزلت تحت ورحت عند الارض بتاعته، لقيته قاعد هناك زي ما توقعت بالظبط، عامل راكية صغيرة ومولع فيها حطب، وحاطط براد الشاي فوق النار. فدخلت عليه وقلت السلام عليكم يا جدي. فلقيته من غير ما يبص لي قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقعدت جنبه. بصيت للبراد وقلت ايه ده، انت عامل شاي؟ ايوه. ليا ده؟ لا. امال لمين يا جدي؟ ده الراكي يا خفيف. هو انت عرفت منين يا جدي اني جاي اصلا؟ فضحك وهو بيقلب الشاي وقال انت جاي عشان الحكاية. طبعا يعني، بس برضه عشان ازورك. طب ما تقول انك عايزني احكي لك. ما انت عارف يا جدي يعني مش محتاجة سؤال دي. ما يمكن تكون جاي تشرب شاي مثلا. يعني هو انا لو جاي اشرب شاي هقعد على الارض جنب الراكة يعني؟ اهو الواحد ما يعرفش نيتك. طب ما تجيب لي كوباية شاي كده بعد اذنك. فمد ايده بالكوباية، اخدتها واخدت منها شفطة وسكت. فبص لي وقال ايه؟ حلوة؟ كويسة يعني؟ يعني ايه كويسة؟ ما انا بقول لك حلوة. يعني كويسة. هو انت ليه جد مصمم على كلمة كويسة دي؟ فضحك وقال عشان ما اديش الشاي اكبر من حجمه. طب بص اسمعني بقى. نعم. انت وعدتني. وعدتك بايه؟ بحكاية ابو فانوس يا جدي، ده انا مستنيها على نار على فكرة. فسكت وبص للنار وبعد كده قال هو ايه اللي ابو فانوس؟ ايوه. لسه فاكر؟ يا جدي انت قلت لي الحكايه الجايه هتبقى عن ابو فانوس، وانا قلت لك حكايه. امال ايه؟ ما يمكن اغير رايي. ليه بس؟ فقال هو بيحط حطب جديد في النار عشان حكايه ابو فانوس مش زي النداهه. يعني تخوف اكتر ولا ايه؟ فبصله وبعد كده قال بكتير. يا جدي ده انا مستني الرعب ده المفضل بالنسبه لي. انت فاكر ان الخوف انك تشوف حاجه غريبه؟ امال ايه؟ الخوف الحقيقي انك تشوف حاجه طبيعيه جدا، وتفضل طول الوقت تقول لنفسك مفيش حاجه والدنيا تمام، ويمكن ده يكون توهم ولا حاجه، لحد ما تكتشف انك انت الوحيد اللي مش فاهم. طب يلا. يلا ايه؟ احكيلي يا جدي. حاضر. بعد كده عدل قعدته وبص للنار وقال الحكاية دي حصلت وانا صغير، كنت لسه شباب كده في البداية. مع حمدي؟ ايوه. برضه؟ ايوه برضه. هو انت وحمدي كنتوا بتشتغلوا سوا ولا كنتوا متجوزين؟ فضحك وقال يا ابني اسكت بقى خليني احكي. وبعد كده كمل كلامه وقال بس اسمعني كويس، لان اللي حصل في الليلة دي انا لحد النهارده مش عارف افسره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي العزيز في حكاية جديدة من حكاية جدي. في البداية كده حابب أشكركم على دعمكم، اللهم بارك يعني. شكرا جدا على التفاعل اللي حصل على حكاية جدي مع النداهة، وأتمنى منك يا صديقي تدعمني في حكاية النهاردة. واللي ما شافش حكاية النداهة هتلاقيها في أول كومنت مثبت تحت. يا ريت بقى تجيب لك حاجة تشربها أو تجيب لك حاجة تاكلها، وتعمل لايك كده وتشترك في القناة لو أول مرة تشوفني. وما تنساش طبعا تصلي على النبي في الكومنت عليه أفضل الصلاة والسلام، وقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وآسف لو طولت عليكم، ويلا بينا نسمع حكاية أبو فانوس. في الوقت ده أنا وحمد كنا شغالين مع مقاول، وكان في شغل في مكان بعيد جدا في منطقة صحراوية. ما كانش فيه بيوت ولا مزارع ولا حتى طريق واضح تقدر تقول عليه طريق، مجرد أرض واسعة بين الجبال والرملة. وكان لازم نوصل قبل الصبح، عشان كده خرجنا بعد العصر من هنا. العربية كانت بيك اب قديمة بس كانت عافية، وأنا وقتها كنت سايق وحمدي كان قاعد جنبي. وكان معانا وقتها أكل ومية وعدة وشوية بنزين احتياط عشان لو حصل أي حاجة يعني. وطول الطريق حمدي كان ساكت، وده لوحده كان غريب. فأنا قلت له: مالك يا ابني؟ لا مفيش حاجة. طب ساكت ليه؟ بفكر كده. بتفكر في ايه يعني؟ في الطريق. ماله الطريق؟ مش عارف. فانا بصيت قدامه وقلت له: انت خايف ولا ايه؟ انا؟ ايوه انت. انا اخاف؟ امال انت ساكت ليه يعني؟ عشان الطريق ده بس مش عاجبني. الطريق ده زيه زي غيره يا حمدي. لا يا ابو الخير. امال؟ حاسس ان احنا داخلين على مكان محدش بيروحه. يا حمدي احنا رايحين نشتغل، مش رايحين نزور الجن يعني. ما انا ما جبتش سيرة الجن يا اخويا. فبصيت له كده لقيته سكت، وبعد كده قال: بس بما انك يعني جبت سيرتهم فاسكت بقى كده الله يبارك لك. يا عم ماشي. ومع غروب الشمس بدأت الدنيا تتغير. الارض بقت حجرية اكتر والجبال ظهرت على الجانبين، والطريق بقى اضيق. وبعد مسافة اختفت شبكة التليفون نهائي. حمد بص الموبايل وقال: ده مفيش شبكة خالص. عادي يا حمدي. عادي ايه؟ طب لو العربية عطلت؟ مش هتعطل ان شاء الله. لو عطلت يعني يا عم هنصلحها. طيب لو ما تصلحتش؟ هنستنى. طب لو ما حدش جه بقى؟ فبصيت له كده وقلت: هنستنى برضه يا حمدي. في ايه يا ابن؟ عادي. انت راجل مطمن بشكل مستفز على فكرة. علشان لو خفت زيك هنقعد نعيط احنا الاتنين. فضحك على ردي. وبعدها بدقايق دخلنا منطقة ما فيهاش اي نور ولا اي حاجة، ولا بيت ولا عربية ولا حتى لمبة بعيدة. حاجة واحدة بس هي اللي كانت منورة الطريق، وهو القمر، وكان لسه كمان نور ضعيف. وبعد شوية لقينا الموتور بدأ يقطع. فبصيت للعداد كل حاجة طبيعية. فدوست بنزين العربية استجابت، وبعد كده الموتور طفى لوحده. فحمد بصله وقال: قلت لك. قلت لي ايه يا ابني؟ قلت لك هتعطل. وانت مالك مبسوط كده ليه؟ محسسني انك انت انتصرت عليا يعني. نزلت وفتحت الكبوت، بصيت على الموتور والبنزين كان موجود. البطارية كانت كويسة والزيت كويس. فجربت ادور تاني، الموتور كان بيلف لكن مش بيشتغل. حاولت تاني برضه ولا حاجة. فحمد نزل من العربية وقال: فيها ايه مالها؟ مش عارف. البنزين يعني موجود. طب بص كده على البطارية كويسة. طب وبعد ايه؟ مش عارف والله. يعني هنبات هنا يعني ولا ايه؟ غالبا كده يا حمدي. فلقيته بص للصحراء كده وقال: يا نهار ابيض. وقعدنا احنا الاتنين جنب العربية، والليل كان خلاص نزل بالكامل. الهوا كان بارد،
والصحراء واسعة بشكل يخليك تحس انك انت اصغر من حبة الرمل. ولعنا كده كشاف وانا كنت بحاول افهم العطل فين. فحمدي كان بيبص حواليه وبعد كده فجأة قال: يا ابو الخير. نعم يا حمدي. بص كده هناك. فبصيت. في البداية انا ما شفتش حاجة، قلت له ان انا مش شايف اي حاجة. فقال: قدامك يا ابني هناك ايه. فين يا ابني؟ وبعد كده شاور، وفي المكان اللي كان بيشاور فيه كان فيه فعلا نور صغير. كان نور فانوس وكان بعيد جدا، والنور ده كان واقف لوحده وسط الصحراء. فقلت: ده يمكن عرباوي او راعي غنم. راعي فين؟ مش شايف غير الفانوس. ما يمكن يا ابني عنده خيمة هناك وحاطط الفانوس. ماشي، بس هي فين الخيمة دي برضه؟ فبصيت بس برضه مفيش اي ملامح لخيمة ولا حتى عربية ولا اي حاجة، كان الفانوس وبس. ما يمكن مخيم ورا الجبل ولا حاجة. طيب وهو ليه جاي ناحيتنا دلوقتي؟ فبصيت تاني كده لقيت الفانوس كان بيتحرك فعلا، بيتحرك ببطء ناحيتنا، وكل ما النور قرب بدأنا نشوف حاجة وراه. كان راجل لابس جلابية غامقة وعلى راسه كوفية وباين ان هو عرباوي، وكان ماسك فانوس قديم بايده وكان ماشي على مهله لحد ما وصل قريب مننا. وقف كده عند نقطة معينة وابتسم وقال: السلام عليكم. فردنا احنا الاتنين عليه وقلنا له: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلقيته كده بص للعربية وبعد كده قال: عطلت بيكو؟ فقلت له: ايوه. ابتسم اكتر كده وقال: ما تقلقوا. فحمدي سأله: هو انت منين يا عمنا؟ فالراجل مردش عليه بس قال: عندنا مكان قريب من هون. قريب قد ايه بس؟ مش بعيد، لا تقلق. فحمدي بصلي كده وانا سألت الراجل وقلت له: في ناس يعني هناك؟ في طبعا، القبيلة كلها هناك. طيب والعربية دي الصبح تصلحها وتتوكل على الله في طريقك. فحمدي قال: طب واحنا هنبات فين؟ فالراجل ابتسم وقال: عندي، لا تقلق حياكم الله، الدار يكفي ويوفي. كان الراجل شكله طبيعي بدوي وهدومه قديمة وفانوسه قديم، لكن في حاجة واحدة انا مرتحتلهاش: ابتسامته كانت ثابتة، ما كانش بيضحك، مبتسم طول الوقت. فسألته: اسمك ايه يا ابويا؟ فقال: الناس بتقول لي يا ابو فانوس. فضحك حمدي كده ضحكة قصيرة وقال: ده اسمك يعني؟ فالراجل بصله والابتسامة راحت من وشه وقال: ايوه. وبعدين ابتسم تاني نفس الابتسامة. فحمدي قرب مني وهمس: مش مريح على فكرة. فانا ساعتها قلت له: ما عندناش اختيار تاني. فالراجل قال: تعالوا ورايا. ولقيناه ادانا ظهره وبدأ يمشي. احنا هنروح فين؟ يعني هنفضل هنا لوحدنا يا حمدي؟ فبصينا كده للصحراء وبعد كده مشينا وراه، وفضلنا ماشيين حوالي ربع ساعة. الغريب ان الراجل ده كان ماشي بسرعة ثابتة، ولا مرة واقف ولا مرة بص وراه، وفانوسه كان منور بشكل غريب، نور اصفر كده هادي. وبعد شوية ظهر قدامنا بيوت كتير، قرية صغيرة كده وسط الصحراء. حمد وقف وقال: ايه ده؟ انا مردتش، لان قبل ما الراجل ما يوصل للقرية ما كانش فيه اي حاجة، حرفيا من كام متر بس ما كانش فيه اي حاجة ظاهرة. دلوقتي البيوت ظهرت قدامنا كأنها كانت مستخبية في الضلمة. دخلنا القرية دي والقرية كانت ساكتة بشكل مرعب، مفيش أطفال بتجري ومفيش كلاب ومفيش أي صوت. لكن فجأة لقينا ناس كتير، لقيناهم واقفين قدام البيوت وكل واحد ماسك فانوس في ايده، وكلهم كانوا باصيننا ومبتسمين نفس الابتسامة. فحمد قرب مني وقال: يا ابو الخير. نعم يا حمدي. هما ليه بيبصولنا كده؟ يمكن عشان غربة يعني.
واحد منهم قرب كده وكان باين عليه ان هو عجوز، فابتسم وقال اهلا. فحمدي رد عليه وقال الله يخليك. فالعجوز ده بصلي وبعد كده بص لحمدي وقال عندنا ضيوف. في نفس اللحظة دي كل اللي في الشارع لفوا ناحية بعض، وبعد كده رجعوا بصولنا التاني وابتسموا. فحمدي مسك دراعي وقال ايه ده؟ اسكت يا حمد الله يرضى عنك. وبعد كده ابو فانوس قال تعالوا، ودخلنا بيت كبير. البيت من جوه كان بسيط، حصيرة ومخدات، وفانوس كان متعلق في السقف، وكان فيه 4 أشخاص قاعدين وكلهم برضو مبتسمين نفس الابتسامة. فابو فانوس قال جيبي للضيوف العشاء. فواحدة ست جابت صينية وحطتها قدامنا. الصينية كان عليها خير كتير، لحمة وعيش ورز وشوربة. تبص للأكل تلاقيه لسه معمول حالا. الأكل كان باين عليه إن هو سخن جدا، مع إننا ما شفناش أي نار كانت والعة أصلا في القرية كلها. فحمدي قال تسلم إيدك. الست مردتش، بس ابتسمت نفس الابتسامة الباردة دي. فقعدنا وبدأنا ناكل لأننا كنا ميتين من الجوع حرفيا. وبعد أول لقمة حمدي خدها وقف كده وبصلي، فأنا قلت له إيه يا ابني؟ فهز راسه بشكل غريب اللي هو أنا ما فهمتش حاجة منه. فأكلت أنا لقمة، بس الأكل كان طعمه غريب، مش وحش بس مش طبيعي. اللحمة كانت طرية جدا ومفيهاش ولا طعم ولا ريحة، كأنك بتاكل حاجة شكلها لحمة لكن هي مش لحمة. فحمدي شرب مية وقال هي دي لحمة ايه؟ فابو فانوس قال كل بألف هنا. فحمدي ضحك لا بس بسأل بس. فالراجل ابتسم وقال كل. وحمدي وقتها سكت. أكلنا حاجات بسيطة كده وبعد كده شبعنا. وبعد الأكل أبو فانوس قام وقال ارتاحوا انتم هالحين، والصبح العربية هتشتغل. ازاي انا عرفت انها هتشتغل الصبح؟ فبصلي كده وابتسم نفس الابتسامة دي وقال هتشتغل ما تقلق. وبعدين خرج. فحمدي قال الراجل ده غريب اوي. اسكت بدل ما يسمعك. وبعد شوية حمدي قال انا عطشان. فقمت ساعتها ادور له على ميه، فلقيت باب صغير كده، فتحته ودخلت ممر ضيق، وفي اخره سمعت صوت حوافر زي ما يكون حمار او حصان. وقفت كده في مكاني، وبعد كده الصوت قرب اكتر، وبعدين لقيت واحد من اهل البيت خرج من الضلمه، وكان لابس جلابيه طويله وماشي ناحيتي. انا رجعت خطوه لورا من الخضه. الجلابيه بتاعته اترفعت شويه وهو بيعدي، وبصيت لتحت كده، وساعتها جسمي كله اتجمد. اللي شفته ده ما كانش رجل بني ادم، كان في حافر مشقوق كأنها رجل معزة، وكان شعر اسود خشن طالع لفوق من تحت الجلابية. الشخص ده عدى قدامي ولا بصلي ولا قال اي حاجة، كمل طريقه عادي. انا فضلت واقف ومش قادر اتحرك، وبعد ثواني رجعت للأوضة. فحمد بصلي كده وقال انت مالك وشك مخطوف كده ليه؟ ساعتها انا مردتش عليه يا ابو الخير. فحمدي قرب مني وهمس وقال هو انت شفت حاجة؟ فبصيت له وقلت له ايوه. فلقيته قال لي يعني مش بتوهم، وساعتها قلبي وقع مني، وقلت له انت شفتها امتى؟ فقال من شوية. وشفتها؟ ايوه. كانت ايه دي؟ فحمدي بص للباب وقال مش عارف، بس اللي انا متأكد منه ان دي مش رجل بني ادم ابدا. وقتها قررنا نخرج من هنا، لكن اول ما وقفنا سمعنا اصوات بره الاوضه اللي كنا فيها، صوت حوافر كتير قوي. فحمدي قرب من فتحة الباب وبدأ يبص،
ولقيته فجأة رجع بسرعة ووشه كان أبيض. ايه يا ابني؟ كلهم ايه؟ كلهم رجولهم مش رجل بشر. فانا بصيت من فتحة الباب وشفت واحد واقف في الشارع، وبعد كده التاني والتالت، كلهم لابسين جلابيب وكل واحد ماسك فانوس، لكن تحت الجلابية كانت بتظهر حوافر معيز، وكان في بعضهم رجليهم كانت أطول من الطبيعي بشكل مرعب. فحمدي بصلي وقال احنا لازم نمشي من هنا فورا. فتحنا الباب بهدوء، لكن أول ما خرجنا أبو فانوس كان واقف قدامنا بالظبط. كان واقف لوحده ماسك الفانوس بتاعه مبتسم نفس الابتسامة، ولقيته قال رايحين على فين هالحين؟ فحمدي قال العربية. فلقيته ابتسم وقال الصبح. فانا رديت عليه وقلت له احنا بس مش عايزين نتايل عليكم يعني. فرد عليا وقال ده مكانكم. فاحنا الاتنين سكتنا. فابو فانوس قرب مننا كده خطوة وقال ارتاحوا. فبصيت في عينيه، كانت عينه طبيعية، وده كان أسوأ بالنسبة لي لأن الابتسامة ما كانتش بتتحرك. فقلت احنا عايزين نمشي. ابتسامته وسعت وقال هتمشوا. وبعد كده سكت ثانية وقال بس مش دلوقتي. فحمدي شدني من ايدي كده وطلع يجري، وانا خدت بعضي وطلعت اجري وراه. دخلنا شارع ضيق والقرية كلها بدأت تتحرك، الفوانيس اترفعت لفوق والابتسامات اختفت، ولأول مرة وشوشهم بقت خالية تماما. بدأنا نسمع صوت حافر كتير جدا على الأرض. حمدي كان عمال بيصرخ ويقول العربية بسرعة، وأنا كنت وراه. القرية حسيتها بقت أكبر، والطريق اللي دخلنا منه مش موجود. لفينا في اتجاه تاني وطلعنا نجري، بس مفيش برضه، مش عارفين نخرج. فجأة لقينا فانوس ظهر قدامنا، وبعد كده فانوس تاني، وبعدين عشرات الفوانيس كلهم كانوا بيتحركوا في اتجاهنا. وفجأة واحد منهم بدأ يجري ناحيتنا بسرعة رهيبة. شفته بعيني ورجله بقت ظاهرة أوي إنها حوافر، وبعد كده جسمه بدأ ينزل الأرض كأنه مش قادر يحافظ على شكل البني آدم اللي هو عليه. فحمدي صرخ وقال ما تبصش وراك، كمل جري. فضلت أجري وصوت الحوافر كان ورايا، والصوت كان قريب جدا. سمعت واحد بيضحك ضحكة بشرية، وبعد كده الضحكة دي اتحولت لصوت حيوان، ضحكة مخيفة مختلطة مش مفهومة، وأصوات همس في كل مكان. وصلنا لطرف القرية وفجأة شفنا العربية كانت واقفة في نفس المكان. فضلنا نجري لحد ما خلاص قربنا العربية، لكننا لقينا على الأرض قدامنا بكم متر كده تحس إن في فاصل بين الرملة وطريق العربية. فحمدي واقف وقال الحق دول وقفوا. ايه؟ بقولك وقفوا مش بيتحركوا. فبصيت كده عليهم، لقيت الكائنات دي كانت واقفة على بعد أمتار مننا، ولا واحد فيهم قرب. أبو فانوس كان في المقدمة بتاعتهم وماسك فانوسه وبيبتسم بنفس الابتسامة بتاعته. فحمدي قال ادخل بسرعة. جرينا ودخلنا العربية، قفلت الباب، وأول ما قفلته كل الأصوات سكتت. رفعنا راسنا لفوق والقرية كلها كانت واقفة قدامنا، حرفيا عشرات الأشخاص كل واحد ماسك فانوس وكلهم بيبصوا علينا. أبو فانوس كان قدامهم ورافع فانوس وقال الصبح قريب. حمدي قال شغل العربية دي دلوقتي. ففضلت احاول ادور العربية وبرضه ما اشتغلتش. فحاولت اشغلها تاني بس مفيش استجابة، وبره بدأوا يتحركوا، لكن لما يوصلوا للخط يرجعوا تاني، كان في حاجة بتمنعهم. فابو فانوس قرب لحد الخط، وقف ومد رجله وحاول يعدي. فجأة الفانوس اللي في ايده انطفى ورجله رجعت بسرعة لورا، ولأول مرة الابتسامة بتاعته اختفت من وشه، وبدأ لون السما يتغير رمادي وبعد كده ازرق خفيف.
وفجأة سمعنا صوت بعيد وكان أذان الفجر. وأول ما الأذان ما بدأ كل الفوانيس انطفت واحد ورا التاني، والكائنات بدأت تتراجع. وأبو فانوس بصلنا وكان وشه لأول مرة مش مبتسم وقال امشوا. حاولت أدور العربية تاني والموتور الحمد لله اشتغل من أول مرة. فحمد صرخ فيا وقال دوست بنزين والعربية خرجت. بصيت في المراية والقرية كانت بتختفي، مش البيوت، النور هو اللي كان بيختفي. كأن الفوانيس هي اللي كانت ماسكة القرية. واخر حاجة شفتها كان ابو فانوس، كان واقف بعيد ورافع فانوسه وبيبتسم تاني. فضلنا ساكتين وما اتكلمناش لحد ما طلعت الشمس. ولما رجعنا وقفنا العربية عند الميكانيك وفحصها وقال ان العربية ما فيهاش اي حاجة. فانا قلت يعني ايه؟ يعني ما فيهاش اي حاجة حضرتك؟ فبصيت لحمد كده وبعد كده حمد بصلي وما ردش. وجدي هنا سكت. النار كانت هادية والليل حوالينا بقى اهدى. فانا قلت له استنى بس. نعم. اللي انتوا شفتوه ده كان ايه؟ معرفش. كائنات يعني؟ يمكن. طب جن؟ يمكن برضه. طب القرية؟ معرفش اي حاجة. انا نفسي بقولك مش عارف افسر اصلا احنا شفنا ايه. طب وحمدي؟ فجدي سكت وبعد كده قال حمدي فضل فاكرهم طول عمره وما شافش ابو فانوس تاني. فجدي بص للنار وقال مرة واحدة تانية. امتى؟ بعد الحكاية دي ما حصلت لنا بسنتين كده. شافوا فين؟ قدام بيته. وشاف ايه بقى؟ فجدي ابتسم ابتسامة صغيرة كده وقال شاف فانوس واقف في الشارع. وبعدين؟ ما قربش. ليه؟ لان هو كان عارف القاعدة. قاعدة ايه؟ فجدي قرب من النار وقال ابو فانوس ما يخوفكش لو انت عارف حدودك. سكت وبعد كده بصلي وقال لكن في حاجة تانية. ايه هي؟ حمدي كان بيقول ان في القرية دي مش كلهم كانوا جن. امال؟ كان في واحد بيمشي على 4. يعني ايه؟ فجدي بصلي وقال وكان اسرع منهم كلهم كمان. فسكت كده ثانية وقلت له طب وشكله ايه؟ وجدي ساعتها ما ردش عليا. يا جدي دي مش حكايته. امال حكايته ايه؟ فابتسم وقال الحكاية الجاية بقى. طب هو ايه اصلا؟ فحرك الحطب كده بالعصاية وقال السعلة. قصدك السلعوة؟ فهز راسه وقال ايوه السعلة او السلعوة هما نفس الاسم. وبعد كده بص للضلمة اللي ورايا وقال بهدوء بس السعلة ما كانتش بتستنى المسافر يروح لها، دي كانت بتدور عليه بنفسها. وبكده نكون خلصنا حكاية النهاردة. اتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتك يا صديقي العزيز اتمنى تعمل لايك دلوقتي حالا. وكمان لو انت اول مرة تشوفني يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. وزي ما اتعودنا ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاة واتم التسليم، وقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واحب اقول لكم الله يبارك لكم. سلام.